نجح نادي النصر السعودي في التعاقد مع كريستيانو رونالدو الأسطورة البرتغالية في الموسم الحالي، وبيستهدف مسؤولين نادي النصر لاعب نادي ريال مدريد ايدن هازارد، وده في فترة الانتقالات الصيفية. وبيسعى نادي النصر السعودي لتقوية الفريق تحت قيادة المدرب رودي جارسيا والعودة بالنادي لمنصات التتويج. وذكرت صحيفة ميركاتو الفرنسية إن نادي النصر قدم عرض بالفعل لمسؤولين نادي ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب، وإنه بيعرف اللاعب وده من فترة توليه نادي ليل الفرنسي. وبيحاول المدرب الفرنسي إقناع اللاعب بالقدوم إلى فريقه الجديد نادي النصر، وإن النادي بيمتلك مجموعة من اللاعبين الرائعين. وبينت التقارير ان اللاعب المعتزل دوليا واللي بيبلغ من العمر 32 عام هيجد نفسه تحت قيادة المدرب رودي جارسيا، وده لان المدرب بيقدر اللاعب جدا وبتربطه علاقة جيدة مع اللاعب. وكشفت الصحف ان علاقة جارسيا بهازارد هتكون سبب اساسي لاقناع اللاعب للانضمام للنادي السعودي، وبنسبة كبيرة هيوافق اللاعب على عرض النصر، وده بسبب الراتب الفلكي اللي هيقدمه النادي للاعب. والجدير بالذكر ان اللاعب شارك في 73 مباراة مع النادي الملكي وقدر انه يسجل 7 اهداف فقط، وده منذ قدومه من نادي تشيلسي في صيف 2019.